شوف هاي بعد العاصفة شلون صارت. هالقطعة ما الجديد صارت. هلا حبايبي، هذا محل صيني. انا راح اخذكم عليه افركم واراويكم الاسعار. حاولوا تقارنوها بين المحلات الامريكية والكندية والصينية. يعني هسه البرتقال هنا هذا الدولار 88 الباوند. ستروبري هذا الفرار مسوين عليه تنزيلات 3 ب5 دولارات. زين هسه ناخذكم التفاح هذا بدولار 38. التفاح هذا 2.29 النص كيلو. هذا هم النوعية. هذا هنا يعزلون. هذا هم يعني كلها تعزل. قامت الأكل القديم يعني الخضروات الفواكه القديمة يعزلوها. هذا خوخ مثل التين 2.99 النص كيلو. هذا ب2.88. وهنا طبعا هو عليه تنزيلات يعني اذا تشوفون السعر بالازرق 5 هذا ب4 هسه ب2.58. هاي النوعية ب3. هذا ب4 القوجي. هاي ب4. هاي الرمان الوحدة ب3. زين نجي هنا هسه بس قاعد افركم شوية. هنا التفاح النص كيلو بدولارين. الخيار هذا احنا طعروزي او خيار تسميه طرح او شيء. هذا نوعيته بيش $1.59 نص كيلو. هو عليه تنزيلات يعني بدولارين. هذا الخيار النوعية ب2.39. هذا $1.50. هذا النص كيلو القرنابيط النوعية الثانية. هذا تشاينيز يعني صيني. هم مو جديد يعني اذا تشوفونه. بيش على النص كيلو $1.38. هاي ب6 الراس. هذا ب6 الراس القرنابيط. طماطة هنا بدولارين. زين والله نازلة. هنا بدولار. هاي الدمبوس الصير. وهاي $1.59. وهاي هي هاي أرقاهن أم العنق احنا نسميها ب3. الموز هنا ب78 النص كيلو. هاي قاعد احكيكم كله عن النص كيلو. زين هذا البطاخ باع البطيخ هذا القديم عازلينه على صفحة ب3 يبيعوها الوحدة رايحة يعني مخسفة. وهاي الشغلات شوفوا. هذا السندي لا يمكن النوم حلو. هذا 2 ب3. وهاي البطيخة مالتنا ب5. البطيخ هذا على الباوند على النص كيلو. هذا النص كيلو. هذا كانجرين مو شو اسمه مو لالنجي مثل لالنجي مثل هذا بس هذا لا يصير بيه حموضة شوية. وشون بين البرتقال واللالنجي ب3 شو إسرائيل مكتوب. هذا ماروكو مال المغرب اللي هو هذا مندرين. هو هذا اللالنجي احنا نسميه. هنا الباوند $1.68. زين نازل هنا شوية الصيني هو أرخص من عندهم شوية. هاي البطيخة ب8. هاي الرقية ب7. الأناناسة ب4. فهاي النوعية مثل الشمام على الباوند. هذه السندي 2 ب5. هذا التفاح الباوند ماله بنص كيلو بس هذا يطلع يعني فاهي ما بيه طعم. وهذا الكيس ماله تقريبا $6 5 باوند بس هذا هم ما بيه طعم. هذا شوية الصين اكو يجيبون اشياء ما بيها طعم يعني يعرفون منين يجيبون. صندوق المانجو هذا ب17 هو ب20. هذا كم وحدة بيه 14 وحدة كاتبين عليه. شوفوا 14 هاي فوق 14 بيه على اساس. زين هاي المانجو على الوزن ب4.5 كيلو. هاي اسعارنا شوفوها. هذا $1.50 النص كيلو. هذا
بيش برا باثنين ومسوين عليه السيال. الدولارين 28 ونص كيلو، وهذا $1.88. هذول أصدقائي أهل السمك. ني هاو. هاو ار يو. شوفوا هاي أسعار هنا ب5 هذا كاب. يا هلا 5. صلعطون احنا نسميه. وهذه هذا المحل الصيني. هذول أصدقائي دائما أشتري منهم، بس هسه أنا جاي متأخر. هذا السمك شو اسمه؟ باتر زبد. هذا الزبد هذا يمكن مثل شو اسمه احنا مال البصرة، والله نسيت، زبيدي يعني، هيك مثل الزبيدي. وهذا هاي النوعية باعوا. هذا ينظفوا لك ياب، ينظفونه $4 النص كيلو بدون تنظيف. $3.79. هذا همين باعوا ينظفوه ب4. هذا $3.79. شايليهم. اجيكم غير مرة واراويكم الاسعار والسمك الموجود. هذا باعوا تنظيف بدون تنظيف سعره. هذا التنظيف بدون تنظيف. هذا ب5 مسوين عليه تنزيلات، اللي هو هذا. طبعا هذا طيب الصراحة بس غالي هسه. هذا كلش طيب بالتقلاء. هاي النوعية هذا كلش طيب بالتقلاء. هذا همينه. هذا مو طيب، انا مجربه هاي النوعية. هذا عندكم ما اعرف شنو هذا ما اعرف، انا ما مجربه. هذا عنده سنون طبعا، غير سنون عنده يعني فظيعة. الكبار لو تشوفون الكبار مالته. هذا سكوي فيش روبيان 7 الباوند. هذا فيش ب7. هذا سلمون. هذه بدون تنظيف. هذا مثل الكارب. هو كارب، جراس كارب يسمونه. باعوه مقسمين ستيك، يعني القطعة بسعرها الباوند النص كيلو ب7.5 تقريبا. هذا الذيل ب6.5، والراس ب$3 الباوند. هذا كينج فيش. هاي اسعاره ب$12 القطعة. هذا الذيل هذاك سعره ب10، والراس سعره ب3. هاي الاسعار. هاي السمكة الفلات. هذا ما ماكل هنا الصراحة، اكل كله نهري. هذا ماكل من عنده. هذا هم زين، ميلك فيش يسمونه، 5.5 كيلو. هاي الاسعار. هذا السمك بس شايلين هذن البحريات شايلين. هذا مثل هذا بافلو، مثل الكارب. هذا طيب بالشوي، تقطيع بالقلي اذا واحد يريد. هذا زين، سعره مناسب، بس هو ما كان هيك يعني. كهذا كعرب هواي يشترون من عنده. كان $1. هنا $1. اوكي. تنظيفه $1.15 هيك يصير ذا بالتنظيف. هذا السمك الحي. هذاك التلابيا شانق احنا نسميه بالعراق. الباوند ماله $67، يعني نص كيلو 67 يعني $10,000 تقريبا يطلع. هذا ب14,000. هذا باز $14 يعني. اعتذر عن الخطأ في تحويل العملة. $1 الكندي يقابل 1066 دينار عراقي، والدولار الأمريكي يقابل $1.37 كندي. خلصنا، وإن شاء الله من يجون هناك، من يجيبون هاي هنا السمك أو أجيهم غير يوم أراويكم إياها. هاي هنا البحرية، أشياء بحرية بس ماكو شايليها. إلى هنا ينتهي الجزء الأول من الأسواق الصينية. هنالك أجزاء أخرى. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس ليصل لكم كل ما هو جديد. شكرا على المشاهدة.